بسوي بكرة إن شاء الله غدا شو اسمه زقني أكلة حبشية، فأنا راح أسويها إن شاء الله بكرة. فراح أسوي الليلة اللحوح عشان يخمر ليلة كاملة. فجبت هنا طحين أسمر وطحين أبيض وطحين دخن، 3 مع بعض خلاص. وراح أحط عليها اللي هو الخبز، وعندي هنا الخضرة اللي هو بصل وفلفل رومي أحمر وفلفل رومي أخضر، راح أطحنهم خلاص كذا. بعد ما طحنت الخضرة عندي هنا البهارات اللي هي فلفل أسود وكمون وثوم وملح وشوية مرة شوية اللي هو هذا ملح الليمون، أو تحطوا ملعقة خل. فكلها راح أحطها، راح أخلي العجينة زي الجيمات، يعني زي عجينة الجيمات. خلاص راح أبدأ أعجنها وراح أوريكم النتيجة النهائية وكذا راح يكون سماكته. إذا عجنوها في الآلة، إذا ما قدرتوا عجنوها في يدكم ولا في الملعقة عادي، وخلوها لين تخمر لين بكرة. ما تحطوا فيها ولا نقطة خميرة، إذا حطيتوا خميرة تخرب. فكذا تحطونه، إذا يعني كنتوا بتخمرونه بنفس الوقت اللي انتم بتشتغلون فيها، اوكي حطوا شوي خميرة. اما انا افضلها صراحة من الليل وما فيها ولا نقطة خميرة. انا معتمدة على السندويش اللي حطيتها. طبعا هذه امس اللي سويناها قول ما نسيت اللحوح، فهذه من دون خميرة. طبعا انا تركتها طول الامس برا الثلاجة. الحين راح اطبخ زيت وراح احط منه. اليوم ان شاء الله راح انزل حلقة على اليوتيوب كاملة فيها الزقني وفيها هذا اللحوح. اللي يبغى يشوف يدخل على القناة ان شاء الله. راح اغطيها وراح ان شاء الله اسوي معاكم الزقني. راح اكمل. امس سويت معاكم العجينة حقت اللحوح، واليوم راح اقطع اللحم وراح اقطع طماطم، وايضا راح اقطع البصل وراح اقطع الدجاج وارجع لكم. يعني راح اجهز الدنيا كلها. راح احطها في زبدية. راح ابدا اقطع البصل. هذه المكونات كلها جهزتها: اللحم، الطماطم، والبهارات، والبربريه، والثوم. اليوم صوتي رايح من الربو. الحين حطيت هنا البصل في قدر الضغط الكهربائي. قبل ما يكشن البصل راح استخدم بهارات اللي هي كزبرة ناشفة، كركم، فلفل اسود وكمون وثوم، ثوم ناعم، واخر شيء البربريه وملح. وان كانت بتحطون ماجي حطوا ماجي عادي. الحين راح احط بهارات.
ملعقة كركم، ملعقة كزبرة، ملعقة فلفل أسود، ملعقة كمون، وملعقة ثوم، راح احط عليها اللحمة، حاولوا تقطعوا اللحم صغير، لازم ضروري. الحين شوية بس خلوه. راح اسوي زقنة بالدجاج بعد نفس الطريقة، بس بدل اللحم بحط دجاج. الحين راح احط البربرة، خلاص كذا. راح انزل عليه الطماطم، مو كل الكمية، نصها. ما راح ازيدها كثير موية، لا هزيدها شوي بس. خلاص راح اضيف لها الملح وراح اقفلها مرة واحدة. هذا الملح راح اضيفه. ترى يعني الطماطم يفرز موية، البصل يفرز موية، فعشان كذا ما كثرت موية، لأن هو الزبدة ما ياخذ موية كثير. كذا بألف عافية علينا وعليكم. طريقة الزقني نزلتها بالقناة، وطريقة الرز، والحين نزلت لكم طريقة اللحوح، وأشوفكم إن شاء الله على خير.